هذا اعطاه حريه اكثر لانه يلعب بخمسه لاعبين في وسط الميدان فريق، وشاهدنا انه خذا ثقه في نفسه ويوصل المرمى بسهوله، وصل المرمى 3 أو 4 مرات للحارس كازياس، وكازياس كالعاده انقذ مرماه، خصوصا اللاعب كيكو على الجهه اليمنى خطير اللاعب هذايا. كيكو طبعا وسهل له المأموريه حسب راي مارسيلو ماهوش في احسن حالاته اليوم. حتى شاهدناش ما يسعد، شاهدناش يقوم بعمل هجومي، شاهدناه مكتفي انه يقوم بدور هو الذي ايضا لعب كل المباريات يعني مثل كريستيانو. صحيح. اصبح يعني من اعمده الفريق. ونشوفوا العمليات الجماعيه، نشوفوا خذا ثقه في نفسه، فريق اصبح هو يهاجم، خلق فرصين او 3 فرص عن طريق نداي. تونشادو كاد ان يباغت لانه التسديده كانت قويه بداخل الرجل. ونشوفوا هنا الكرات في ظهر المدافعين، دائما هناك مساحات حتى اللاعبين يستلموا الكره على راحتهم، وهذا لما فريق يستلم الكره على راحته خصوصا في وسط الميدان. شوف دائما هناك لاعب، شوفوا دائما سهوله الوصول الى المرمى، شوفوا اكيلار بدون رقابه لهنا ويمرر اللاعب كيكو ولهنا اعتقد ان لازم يكون حذر اكثر فريق الريال لانه 1-0 وفريق وصل الى المرمى في مناسبتين، عنده امكانيه يسجل هدف فريق هيركوليس لو العقليه يلعب بها فريق الريال، لانه اعتقد ان ما دخلش في مباراه الريال ولو حتى فاز 1-0 لكن ما شاهدناش الريال منضبط، ما شاهدناش انضباط كبير، شاهدنا مساحات كبيره، شاهدنا فريق هيركوليس خذ ثقه في نفسه، خلق فرص سانحه للتسجيل. الوحيد اللي حاول في وسط الميدان هو لاس في تيك الكره، اربيلو يصعد على الجهه اليمنى ويقوم بعمل كبير، مارسيلو ما شاهدناش على الجهه اليسرى مثلا ضغط من وسط الميدان، انتظر الفريق حتى الدقيقه 25 وما خلقش فرص، خلق الفرصه الوحيده في تقريبا 45 دقيقه الاولى، ما خلقش فرص فريق الريال الا الفرصه الوحيده هذه اللي واضحه ويسجل منها فريق الريال هدف. توغل ممتاز، تمركز جيد للاعب اربيلو في مناطق الفريق هيركوليس. ولنا نشوفوا رفع راسه وتميره ارضيه في القائم الاول، وكان تمركز جيد للاعب ونشاهدوا بعد الفريق الريال هذه العمليه ممتازه. شوفوا عمليه الوحيده دي ماريا الوحيده، الحسنه الوحيده لدي ماريا، تحضير ممتاز. ولهنا حب تحضير من بنزيما تحضيره ممتاز، لكن لهنا تباطأ لاعب اوزيل. وبعدها تنشادوا فريق الهيركوليس خلق فرصتين عن طريق النداي وعن طريق اللاعب كيكو اللي عمل مشاكل للاعب مارسيلو، رغم انه مارسيلو ما تقدمش ولقى صعوبات كبيره مع اللاعب هذا، لان المفروض ان مارسيلو يتقدم حتى يضع اللاعب هذا في حاله دفاعيه لا يسمح له بان يهاجم. لكن مره اخرى كاسياس يتالق كابتن ممتاز لنا من لمسه واحده. لنا اين اربيلو في اللقطه هذه، لانه نداي وضعه على الجهه اليسرى، اليوم المدرب هو لاعب وسط الميدان يلعب لاعب ارتكاز، وضعوا على الجهه اليسرى محاصره اربيلو، شاهدنا اربيلو ما كانش في اللقطه، وهذه عمليه ممتازه. شوفوا لعب له على رجله اليمنى، راوغ ودخل والحارس كازياس، لكن لهنا لعبها على الحارس كازياس كان ممكن في الزاويه البعيده، كان يمكن. ولا خبره تنقص الخبره. لكن هنا نشوف لعب على رجل اليمنى للاعب مارسيلو لانه لاعب يساري، يدخل وراوغ ويسدد في القائم الاول، كان يمكن في القائم الثاني تكون اخطر، لكن كازياس في الموضوع. شوفوا لنا يعني القاء هناك مساحات في فريق الريال، هناك لاعبين وسط الميدان، يعني سهوله اجيلار وفارينوس قد مردود طيب في الشوط الاول لانه كانوا يلعبوا بحريه مطلقه. لهذا اعتقد انه لازم يكون حذر فريق الريال 1-0. انا اعتقد المفروض ان يسجل هدف ثاني، لانه حتى المدرب ما اعتقدش انه راضي على مردود فريق الريال. صحيح ان النتيجه هامه انه يفوز بدون عناء، لكن اعتقد لازم يحتاط من فريق هيركوليس اللي وصل الى المرمى مرتين او 3 مرات في الشوط الاول. نعم، ويبقى ايضا